السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. في أكل كده بيليق مع بعضه، زي لما تطقمي طقم شيك كده ويكون الألوان متناسقة والطقم كله متناسق. زي إيه؟ زي الفراخ وصينية البطاطس، لكن إزاي يكونوا بطريقة مختلفة؟ أكيد لو تابعتي مطبخ أكلة وسهرية هتلاقي اختلاف تام لصينية البطاطس. صينية البطاطس بهريسة التوم والزبدة حاجة كده من الخيال، وفرخة بلدي محشية بالبصل وبالفلفل الاسمر وشويه بهارات خطيره. كل دي اسرار موجوده على مطبخ اكله وسهريه. ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناه، هتلاقي المكونات سهله جدا وبسيطه. محتاجه فرخه، ممكن تنفع باللحمه، ممكن تنفع بالفراخ، ممكن تنفع بقطع الفراخ المتاح عندك والموجود. محتاجه بصلتين اتنين. اول بصله هبشرها ناعم بالشكل ده. هضيف على البصله نص معلقه من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسمر. في طقوس كده لتتبيل الفراخ بتوديها في مكان تاني. دي بهارات قرفه وقرنفل وحبهان وكبابه صيني وورق لورا جوز الطيب، بطحنهم مع بعض وبخليهم لتتبيله الطيور. هضيف منها نص معلقه، مش هضيف اي مكونات تاني. الحلو في الموضوع ان حضرتك زي ما بيقولوا كده باللغه الدارجه او اللغه العاميه تدعكي البصله لما تنزلي ميتها. شايفه ميه البصل؟ ادعكي بقى البصله بالفلفل الاسمر. انت مش محتاجه اي اضافات تانية. بكل مكان في الفرخه احسن اماكن تتبلي بيها الفراخ هي الاماكن دي. زي ما شايفه كده حضرتك بتتبلي اللحم، بتطري اللحم، بتدخلي التتبيله في اللحم تديله طعم. شايفه كل التتبيله دي لما بتدخليها في الاماكن اللي زي دي بتفرق جدا في طعم الطيور. اقل مده يا جماعه لتتبيله الطيور ساعه، علشان خاطر تتاكدي ان هي اتبلت كويس جدا. بيختلف في الطعم، بيختلف في السوى، صراحه بتديها طعم رائع جدا. اضيف التتبيله هنا كده في قلب الفرخه، شايفه مغسوله ومتصفيه وبصراحه خطيره. تقفليها بالشكل ده علشان التتبيله ما تطلعش منها. زي ما قلت لك اقل مده هنسيب التتبيله فيها ساعه وبعدين هنكمل الوصفه مع بعض. المرحله الثانيه هي تسويه الفرخ، وطبعا بعد ما قعدت في التتبيله مده اكتر من ساعتين هنبدا نبخر الشوربه اللي هنسوي فيها الفرخ. طماطمايه مبشوره، بصلايه اسمها نصين، ورق لورا، نص معلقه من القرفه، نص معلقه من السكر، نص معلقه من الزنجبيل، مكعب من المرقه، 4 فصوص من القرنفل. ودي تتبيله فراخ خطيره جدا. اول ما تبدا تغلي بالشكل ده هنزل عليها بالفرخه وهسيبها ساعه تستوي. هنزل عليها بمعلقه من الملح، وتمليح الطيور في الوقت ده بيدي حلاوه للحمه او قطعه اللحم بتكون مملحه وطعمها حلو. هغطيها وهسيبها ساعه تستوي وبعدين هنكمل الوصفه مع بعض. اكلات بتليق مع بعضها زي اللبس بالظبط. ازاي؟ يعني مثلا فراخ وبطاطس، رز وبسله، مكرونه وبانيه. في اطقم في الاكل زي اطقم اللبس بالظبط. طيب انا طبعا الديك البلدي المحترم ده انا عايزه اعمل معاه صينيه بطاطس، لكن مش اي صينيه بطاطس، صينيه بطاطس مختلفه جدا. محتاجه زبده، محتاجه بطاطس على حسب الكميه اللي حضرتك هتعمليها، بصل مقطع حلقات، طماطم مضروب معاها فلفلايه حمراء سبايسي، شرايح من الطماطم وفلفل اخضر. طيب تركيب الصينيه هو ده سر الحلاوه وسر جمال طعمها، هو تركيب صينيه البطاطس. انا هضيف في الصينيه اللي هسوي فيها البطاطس شرايح البصل. حلاوه صينيه البطاطس انها تكون مشطشطه. دي معلقه من هريسه الثوم، معاها 4 فصوص من الثوم، ومعاها نص فلفلايه سبايسي ونص فلفلايه بارده. عملتهم ميكس مع بعض بشويه ملح من غير اي اضافات. الاضافات هنضيفها كلها مع بعضنا. صينيه بطاطس يعني معلقه محترمه من الكزبره، يعني معلقه حلوه من الكمون، معلقه من الملح. اقطع الفلفل شرايح بالشكل ده، والثوم والبصل والفلفل هنقلبهم كلهم مع بعض بحيث ان انا افكك حلقات البصل بالشكل ده. يا جماعه يا جماعه حقيقي هتشموا ريحه مش طبيعيه. هنزود حلاوه الريحه بمعلقه من الزبده البلدي.
هقلبها بالشكل ده، هضيف عليها معلقه من الزيت، وبكده هكون عملت القاعده بتاعه صينيه البطاطس. يعني ايه؟ يعني القاعده اللي هبني عليها صينيه البطاطس. هفرد البصل، عايزه اوريكي يا جماعه يا جماعه الريحه خطيره. طيب بعد ما عملت القاعده هبدا ارص شرايح البطاطس عليها بالشكل ده. صينيه بطاطس بتفاصيل حلوه، بتفاصيل مختلفه، بتفاصيل مميزه جدا. هنزل عليها بشرايح الطماطم، هضيف عليها قطع صغيره كده من الزبده. صينيه البطاطس لما بتديها زبده حقيقي وجربي، بتاخدها وبتروح بيها في مكان بتاعها، هي بتاع صينيه البطاطس بالزبده. وهنزل بعصير الطماطم على وشها بالشكل ده، نص كوبايه من الميه، هضيف عليها نص مكعب من المرقه وهقلبه بالشكل ده. وهنزل بيه في جنب الصينيه بالشكل ده. نص كوبايه الميه ونص معلقه المرقه الفوريه هي اللي هتسوي لي صينيه البطاطس وهتخليها لي طعمها وريحتها وتسويتها. كل ده هنشوفه مع بعض. وعشان احافظ على طراوه صينيه البطاطس هغطيها 20 دقيقه وهدخلها الفرن. وبعد ال20 دقيقه هنشيل الفويل مع بعض وهنرجعها الفرن تاني تاخد لون، وهنشوف ريحتها وتسويتها وشكلها عاملين ازاي. بعد 20 دقيقه في الفرن هنفتح عليها ورق الالومنيوم، وعايزه اقول لك ريحه التوم خطيره. هدخلها 20 دقيقه تاني تحمر، تاخد لون ووشها يحمر، وتكون اجمل صينيه بطاطس بالزبده والتوم خطيره. طلعت من الفرن صينيه البطاطس، وعايزه اقول لك ريحتها خطيره وتستحق التجربه. شايفه؟ تحفه، ريحتها حلوه وتسويتها جميله، والفرخه اتحمرت بالزبده وترش عليها فلفل اسمر وشويه ملح. اكله خطيره مع شويه رز بشعريه، بصراحه مش عايزه كلام. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.